السلام عليكم. صباح الخير عليكم جميعا. عندي كلمتين عايز اقولهم وبتمنى ان الناس تقول لي رأيها. اتمنى ان انت تتناقش معايا او تاخد وتدي كده. انا ما عنديش يعني شك ان منتخب مصر عمل مباراة امبارح كويسة. بس المباراة كويسة، الاداء ان انا اكسب. الاداء ان انا اكسب الثلاث نقط وان انا اروح البطولة واثبت لهم ان انا هاخد البطولة دي وقد اي حد العب. دليل منتخب المغرب امبارح اول 5 دقايق جاب جونين. اول 5 دقايق جاب جونين. ده منتخب بيوريك ان انا هواجه اي حد مش هخاف. من ضمن منتخب المغرب احنا المنتخب الوحيد اللي قابلناه وديا مع الكابتن حلمي طولان وخسرنا منه. مش هتكلم فنيا عن الماتش. مش هتكلم عن اي حاجه. انا هسمعكم بقى شويه حاجات كده وانتوا تعرفوا قد ايه الناس دي ما بتستوعبش ولا بتفهم. اقسم بالله كوره لما يطلع عيل، حتى بص صين او صاد، وبالاخص عيل زملكاوي وبينتقد محمد شريف. محمد شريف، الحاجات دي تعملها مع الاهلي. انت بتستلم فين؟ بص ارجع يا عم، الاهلي جلطهم هناك مش ناقصه والنبي. هل المنتخب اللي بيمثل مصر، المنتخب اللي احنا المفروض نسانده ونقف جنبه، تلاقي عيل طالع بينتقد لاعب عشان مجرد ان هو بيلعب في الاهلي؟ ليه؟ ما تفهمش. برغم ضعف منتخب الكويت، بص المحلل في الاستوديو بيقول لك ايه. منتخب الكويت اليوم قدم مباراة على أعلى مستوى من الانضباط التكتيكي. فعلا الكلام بيقول لك انا كنت كويس، وواحد تاني يقول لك انا رايح اخد البطولة. طيب وين مؤشر؟ مؤشر ممكن الكويت يحقق البطولة. لا يمكن. ليش لا يمكن؟ مع كل عطني الاحترام سبب. والتقدير يعني. لا ليش ما مؤشر كلام مش أداء كلام. إذا- لحظة يا رياض، لحظة. شايف ازاي بيدعموا منتخبهم؟ شايف ازاي بيقفوا جنب منتخبهم؟ مش يطلع عيل ملوش 30 لازمة يشك في قدرات مصر واتكلم عن لاعب سين وصاد. وهفكركم بالكلام ده في اي منتخب يقابل، بطولة عربية، بطولة افريقيا، تصفيات، اي حاجة تقابلنا هيعملوا نفس الكلام ده. بيروحوا حتى اي مثال. كانوا زيزو برضه في تصفيات كاس العالم ينتقدوا، يروح انا رايح انتقد زيزو. انا مش دعوه بالمنتخب، انا رايح اتكلم عن زيزو بعينه. يا عم المنتخب اللي بيلعب، يا عم مش الاهلي ولا الزمالك ولا اي نادي تاني في مصر. مع الاحترام حتى المنتخب الكابتن حلمي طولان، كل الناس هتقول لك شفتوا المنتخب ده احسن منتخب الاول. بأمارة ايه؟ ادينا اماره كده. تعالى تعالى وانت نتكلم، تعالى نقعد مع بعض، اقعد قدامي. بأمارة ايه؟ انا بكلمك اهو. بأمارة المنتخب ده احسن من منتخب محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد وزيزو وامام والشناوي وشبير وصبحي وكل اللعيبه دي. يبقى المنتخب ده مع الاحترام لاي لاعب فيه يبقى احسن من المنتخب الاول. المنتخب الاول وداك كاس العالم من غير ما يخسر ولا مباراه، وداك افريقيا من غير ما يخسر ولا مباراه. بعيد عن ان انتوا بعدين قلبين الايه على الكابتن حسام. مش فاهم ليه، مش فاهم ليه الضجه دي، برغم ان كنتوا نفس الناس اللي طالعه بتعارض دلوقتي هي اللي كانت بتقول انا عايز الكابتن حسام. بتعارضوا على القايمه، بتعارضوا على اي تشكيل يعمله، بتعارضوا على اي بتاع. وهاجي افكركم من دلوقتي ان المنتخب ده هيعمل بطوله انت هتتشرف بيها. انت تقول لا فعلا عندنا منتخب متكامل. متكامل. البطولات المتجمعه غير الماتش الطياري. لما اللعيبه بتبقى مع بعض في مكان متجمع، اللعيبه بتحفز بعض. نشهد اخر بطولات كنا بنوصل النهائي وبنخسر. المغرب اللي طالعين مثلا بيها كانت مكسره الدنيا، احنا كنا مطلعينها. السنه اللي قبل ما المغرب بعدها يبقى بالطريقه دي. ليه المغرب بيوصل للمرحله دي؟ عشان الناس بتقف في ظهره، بتسنده. ما بتطلعش تهاجمه، ما بتطلعش تعمل رياكت على فيديوهات اللعيبه، ما بتطلعش تتريق. يا راجل متخيل يا مؤمن ده راح. انا هديك مثال بسيط. راحوا اتريقوا على محمد بن رمضان مع تونس. انت متخيل العقليه؟ متخيل التفكير؟ انت شفت كده في الدنيا؟ لا صح. بتشوف الكلام ده عندنا بس عشان ما فيش ثقافه، ما فيش وعي. يطلع اهبد 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 عشان الفيديو بتاعي يتشاف واتشتم ومش عارف ايه ويهزقوني في الكومنتات، هبقى مبسوط. ايه يا ابن قلة القيمه وقلة الكرامه دي؟